11 يوليو سنة 1991 وبالضبط في مدينة مكناس، واحد الراجل هز معاه ميكا كحلة وغادي للبار باش يشرب الشراب. اش غتشرب اخويا؟ 2 ديال البيرات. ومن بعد ما شرب وسالة قالت ليه السرباية خلص، والصدمة الكبيرة هو أنه جبد ليها راس ديال بنادم حقيقي من الميكا. اش بخاطرنا اللي صدعنا ديما 2 اخرين. خلصني في هادو ونزيدك 2. نخلص ودير عليا خلصني في هادو. ها اللي غادي يخلص. والسرباية غير شافت داكشي تخلعات وسخفات، والناس كاملين اللي تما تخلعوا وهربوا ونوض فيهم الرعب. القصة ديالنا كتبدا في مدينة مكناس فين كان عايش واحد الشاب مقتبل العمر ديالو سميتو عبد الرحمن السوحي. عبد الرحمن كان عايش في واحد الكريان وفي واحد العائلة اللي فقيرة بزاف. الطفولة ديالو كانت كاملة معاناة ومجردة من أبسط الحقوق. قفلتيني وانا نديرو العزله نديروها والله ما تبقى فيك. لا ما تخسر الهضره، هو اللي جا تيشيرج بلاصه صحابي. من امتى كانت هذيك بلاصتك؟ النهار اللي غلبتك لا نسيتي. غلبتيني هذيك غلبه نسيتي. ويا جينا بغيتي تا دابا رحنا موجودين. دازوا الايام والشهور وباه مرض بزاف وهو يتوفى. مجينينا ضاقت به بزاف ديال بصح، وتما تلاقى بواحد خونا ملقب بخنفوزه ولا صاحبه. درت الولاد والبليص. يخ اش مطيبين في العشايه البؤاسه. البوليس غادي يشدوه هو وصاحبه خنفوزه وغادي تحكم عليهم ب20 عام ديال الحبس. اسمك؟ عبد الرحمن السوحي. واسم باك؟ طاهر بن حمد السوحي. واسم امك؟ رقية بنت الحسين. وفاش خرج من الحبس هنا غادي تبدا القصه الحقيقيه ديال واحد من اخطر المجرمين، وفين غادي تبصم الاسم الحقيقي ديال مجينينا. فاش خرج لقى الدنيا كامله تبدلات، تبناو بزاف ديال الديور في المدينه ديالو وكثروا المحلات والعمارات. هنا مجينينا غادي يبدا يكون العصابه ديالو في واحد البلاصه سميتها جنان مصطفى اللي كانت خارج مدينه مكناس، ونيت باش يزيد يبعد على البوليس اللي كانوا كيكافحوا العصابات. العصابه ديالو ما كانتش سهله، كان كيدربهم على الكاراتيه والتيكواندو والفنون القتاليه اللي تعلمها. في الجنان مزيان. عرفتوا اش غديروا؟ غادي نطردوا ليه البال مزيان باش غادي نمشيو نقريو ونوريو كلابنا كيفاش كيتسرجوا. امالين الجنانات كيخافوا من مجينينا، غير كيسمعوا الاسم ديالو كيترعدوا في بلاصتهم. البوليس بقاو كيقلبوا عليه 24 ساعه على 24، ولكن هو والعصابه ديالو كانوا متخفين ديال بصح وسط الغابات والجنانات، حيت كانوا حافظين كاع البلايص، وهذا الشيء اللي خلى البوليس يفشلوا باش يقبضوا عليه. ولكن الصدمه الكبيره هو انه في الجهه الاخرى ديال الجنانات كان فيها خنفوزه مع العصابه ديالو اللي قدر حتى هو يكون عصابه من بعد ما خرج من الحبس. وكانوا هاد الجوج ديال العصابات ما كيتحاملوش نهائيا وديما كيداحسوا بيناتهم، حيت ضروري خاص واحد اللي يحكمها في ديك البلاصه. وفي واحد النهار مجينينا كان سكران كيف ديما، وهو غادي في الطريق غادي يتلاقى مع واحد خونا كان مع مرتو سميتو دريس. مجينينا ضربوا بالراس وطيحوا الارض وشفر السلسله ديال الذهب لمرتو اللي كانت معاه هو يهرب. من بعد هاد الشيء داك دريس مشى عند خنفوزه وطلب منه باش ينتقم ليه من مجينينا وقال ليه شنو وقع ليه معاه. ومن بعد ما دازت غير 6 ايام بالضبط غادي تنوض الروينه ديال بصح بين خنفوزه ومجينينا، فاش غادي يتلاقاو في واحد البلاصه حدا السكه ديال التران وغادي تشانقوا الراس في الراس. خنفوزه كان مقضى على مجينينا وصحيح عليه، وفاش بداو المداحسه مجينينا شاف راسو تحقر وما قدرش عليه، وتما غادي يجبد واحد الموس وغادي يخشيه ليه في عينيه وعورو ويهرب. وهنا فين خنفوزه من بعد ما غادي يبرى حلف حتى يقتل مجينينا وغادي يعذبو. وهنا فين غادي يخدم معاه واحد خونا خطير ما كيزقل والو سميتو ولد طبار باش يحضي مجينينا في جميع التحركات ديالو، اشنو كيدير وفين كيمشي وفين كيكون بزاف. ودازت الايام وتما مجينينا ذكي غادي يعقب الخطه ديال خنفوزه، وداك الشيء كاع اللي خططو ضربوا ليه في الزيرو. وهنا قرر مجينينا باش يقتل ولد الطبار وتهنى منه بمره واحده وباش نيت يبين الخنفوزه عليه شقاد. ولكن الطريقه اللي غادي يقتلوا بها ما طيحش لك على البال، واحد الطريقه اللي بشعه بزاف. في واحد النهار مجينينا خلى ولد الطبار يجلس معاه عادي ودار راسو ما عرف والو على الخطه ديال خنفوزه، بقى كيجلس وكيهضر معاه وخلاه يتقرب منه اكثر. وهنا ولد الطبار كان فرحان حيت كيشوف الخطه غاديه مزيان، ولكن ما كانش عارف داك الشيء اللي جاي ليه في الطريق. وفي النهار ديال الجريمه بالضبط
مجينينا طلب من ولد الطبار يجيب ليه واحد التقضيه، سخروا لمدينه قنيطره باش يجيب ليه الشراب ويخلصوا، وهو يوافق ومشى وجاب ليه السخره. ولكن فاش طاح الليل مجينينا بدا كيشرب البيره ديالو، وتما غادي يبدا ينفذ الخطه. شدوا ولد الطبار وربطوا في واحد الشجره بواحد السلك ديال الحديد، وبدا كيضرب فيه بالجد حتى لدرجه اعترف ليه ولد الطبار بالحقيقه كامله، وقال ليه باللي خنفوزه هو اللي صيفطو باش يجيب ليه اخبارو. بدا كيضرب فيه حتى فقد الوعي، وهو يهبطو من الشجره وداه جهه الواد. وهنا فين غادي توقع وحده من ابشع الجرائم اللي دازوا في التاريخ ديال المغرب. مجينا جبد الموس وقطع عليه راسو بكل بروده، وهو يديرو في واحد الميكا كحله، والجسم ديالو لاحو تحت الواد في واحد القنطره، وهز الميكا وهو يمشي لوسط مدينه مكناس. بقى كيتسارع عادي بحال حتى شي حاجه ما واقعه. مشى لواحد البار باش يشرب البيره ويحتفل مع راسو بداك الشيء اللي دار، وشرب بزاف ديال الشراب وقال السربايه زيديني، وتما قالت ليه الا بغيتي نزيدك خاصك تخلص بعد هذا الشيء اللي شربتي. وهنا فين غادي توقع الصدمه الكبيره. قال السربايه واش اللي عنده هذا كيخلص، ويجبد ليه الراس ديال الضحيه من وسط الميكا بكل بروده. السربايه غير شاف داك المنظر طاحت وسخفات، وغادي يكون يمكن هذا ابشع منظر غادي تشوفه في حياتها كامله. وكاع الناس اللي في البار كلشي بقى كيغوتو مخلوع، وكاملين هربوا وعيطوا للبوليس. دار فيهم الرعب ديال بصح. ولكن الغريب في الامر هو انهم جينينا بقى جالس بلاصتو ما تحركش نهائيا، وكمل الشراب وكيتسنى غير البوليس يجيو عنده. وفاش جاو عنده البوليس قال لهم بكل بروده تسناوني غير نكمل الشراب ديالي وانا معاكم. فعلا البوليس تسناو حتى كمل الشراب، ولقاو القبض عليه وداوه للكوميساريه. وحرفيا البوليس ما تعذبوش معاه نهائيا، حيتاش من جينينا عاود ليهم كل شيء بالتفاصيل، وجميع احداث الجريمه قالها بالخاطر ديالو. والمحكمه حكمت عليه بالاعدام. واخر طلب ديال مجينينا قبل ما يموت كان هو يشوف الوالده ديالو اللي عانت معاه بزاف. وفاش جابوها ليه البوليس غير شافها بقى كيبوسها ويعنقها وتوادع معاها. والغد ليه بالضبط مجينينا غادي ينهي حياته براسو في الزنزانه ديالو. وهنا فين تسالات قصته، وتسالت القصه ديال مجينينا اللي كان واحد من اخطر المجرمين اللي دازوا في تاريخ المغرب. قصه مجينينا ماشي غير قصه جريمه، ولكن درس مهم لينا كاملين بان اي تغيير خطير في السلوك ديال اي شخص خاصو يتاخد بجديه، حيتاش بكل صراحه بعض المرات او اغلب المرات الاهمال كيتحول لكارثه، وخاصه الى تلاح الانسان للشارع بلا حدود وبلا وعي. هنا الاخوان كانت نهايه القصه ديالنا. كنتمنى من اعماق قلبي انها تكون عجباتكم وتكونوا استمتعتوا بها. ما علي الا نقول لكم تهلاو. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه، ما تنساوش تهبطوا التعاليق، تكتبوا لي واصل حتى تصل، خليوا لي شي لايك وديروا لي سبسكرايب. ولا بغيتوا نكمل لكم في هذا المحتوى ديال القصص كتبوا لي في التعليقات، وكتبوا لي ايضا شنو القصه اللي تبغوني نهضر عليها في المره الجايه. هنا كانت نهايه الفيديو ديالنا. ما علي الا نقول لكم تهلاو، ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم، تهلاو. كان معكم عبد العالي.